مرحبا، أهلا وسهلا فيكن فيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض أطيب صينية دجاج وبطاطا بالفرن طفاي بالثوم والحامض. تابعوا الوصف الأخير لنشوف الطريقة والمكونات ونبلش. بالبداية بدنا نحضر لتتبيلة الدجاج. عندي هون نص كاسة من اللبن ونص كاسة من زيت الزيتون، معلقة صغيرة من دبس البندورة ومعلقة صغيرة من دبس الفليفلة، برش ليمونة كاملة، وملح وبهارات إن شاء الله بتلاقون مكتوبين بصندوق الوصف. وهلأ رح نخلطن مع بعض كتير مليح لحتى كل هالمكونات يتجانسوا ويصير قوامن كتير حلو. وهيك بتكون التتبيلة صارت جاهزة. عندي هون 3 فخاد غسلتن كتير مليح وصفيتن من المي، وهلأ رح افضي هاي الخلطة فوقن وبفركن بهاي الخلطة كتير مليح لحتى توصل لكل الأطراف. وبس أخلص بتركن هيك تقريبا شي نص ساعة بهاي الخلطة. طبعا إذا كان معكن وقت تركون وقت أطول، أو حتى بتقدروا تتركون لتاني نهار، بتغلفون وبتحطون بالبراد لتاني نهار. بس أنا ما كان معي وقت تركتهم بس نص ساعة. وهلأ بنيجي على البطاطا. أنا عندي هون كيلو، قشرتن وغسلتن وقطعتن هيك مكعبات بهذا الحجم وصفيتن هيك من المي. رح حط فوقن ورق غار و3 معالق كبار من زيت الزيتون وملح وبهارات. رح نقلبن مع البهارات كتير مليح، وهيك بتكون تتبيلة البطاطا صارت جاهزة. وهلأ رح نفضي البطاطا بالصينية ومنحاول نرتبن هيك شوي، وفوقن رح نحط الفخاد اللي تبلناهن ومنرتبهم بهي الطريقة فوق البطاطا. بعدين من الخلطة اللي زادت كمان رح نحطها كلياتها، ما منترك شي منها، منفضيها كلياتها. وعندي هون 3 حبات من الفلفل الحرة، أنا مجرحيتن شوي، رح حطهم هيك بين الفخاد مثل ما شايفين. بعدين رح نغلف الصينية بورق الزبدة وورق القصدير. وهلأ بدي احكي لكم عن الفرن. بتفوتوا الصينية على فرن حامي قبل بوقت على حرارة 220، بتحطوها بالرف الوسط تقريبا شي ساعة وربع أو لحتى يستوي الدجاج. بعدين بتشيلوا ورق القصدير وورق الزبدة وبتشغلوا عليها الشواي من فوق لحتى تاخد هذا اللون الحلو. وهي والصينية حامية، أنا على طرف كنت عاصرة ليمونة كبيرة مع 4 أسنان من الثوم ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، ورح أفضيها فوق الدجاج والبطاطا بهي الطريقة. الصينية أول ما طلعت من الفرن كانت ريحتها بتشهي، وقت ضفت لها الليمون والثوم صارت ريحتها أطيب وأطيب. ما بتتخيلوا الروايح شو طيبة. وهيك بتكون الوصفة صارت جاهزة. وهلأ رح فرجيكم الدجاج شلون مستوي ودايب ذوبان، وكمان البطاطا يعني دايبة ومستوية وبنفس الوقت متماسكة. هاي الأكلة بتقدروا تغمسوها تغميس، تحطوا دجاج وبطاطا وتغمسوا اللقمة هاي بالثوم، ما بتتخيلوا النكهة شو طيبة. أو إذا بتحبوا تقدموها مع رز بشعرية أو رز أبيض كمان، على كل الأحوال بتطلع طيبة. وبس هيك لهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى من كل قلب الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة. بشوفكم فيديو جديد. باي باي.